سيدتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إلى هذه التغطية السريعة وحول حادث السير الذي وقع قبل قليل قرب مفرق جيت صرة جنوب نابلس على الشارع الالتفافي. والمعلومات تفيد بأن هناك حالة ميؤوس منها في حادث السير، وهناك إصابات خطيرة نقلت إلى المستشفيات الإسرائيلية. مروحية إسرائيلية وصلت إلى المكان لنقل الإصابات. بحسب التحديثات هناك إصابات خطيرة نقلت إلى المستشفيات الإسرائيلية، وهناك إصابة نقلت إلى مستشفيات نابلس في مدينة نابلس. حادث السير المروع وقع قبل نصف ساعة تقريبا قرب جيت، وأدى إلى إصابة 6 مواطنين. وصفت جراح العديد منهم بالخطيرة، نقلوا إلى مستشفيات إسرائيل ومنهم من نقل إلى مستشفيات مدينة نابلس لتلقي العلاج. هناك حالة ميؤوس منها بحسب التحديثات الإخبارية. هذه صورة الوضع حتى هذه اللحظة بخصوص حادث السير الذي وقع صباح اليوم قرب مفرق جيت.